عارف. كلمة عارف بتاع نبيل دي أكبر وسام خدته في حياتي. الله. لو حبينا نخرج بسر بقى خلطة النجاح، أنا أزعم إن أنا عارف الإجابة وأنتِ قلتيها، امشي عدل يحتار عدوك فيك. دي الكلمة اللي قالتها والدتك. فهل صح هي دي سر خلطة النجاح بتاعة فريدة ممكن، الشباشي؟ بس أنا ما أعرفش، ما أنا قابلت برضه مصاعب كتير. طب تحبي تقولي لنا إيه سر الخلطة بتاعة النجاح بتاعة فريدة أنا الشباشي؟ مش عارفة إذا كنت أنا ناجحة، وصدقني على فكرة أنا ما عنديش مكر يعني. أنا لما بقول حاجة وبلاقي ردود فعل بتسعدني جدا جدا جدا، لكن أنا قبل ما أقولها ما بكونش متوقعة ده، لأن مش ما بقولش أي حاجة أو ما بعملش أي تصرف عشان يبقى له مقابل بعد كده أو مردود. بدليل إن أنا يعني أنا مثلا كتير قوي بعمل حاجة فيها مواجهة شرسة، وبعدين لما بروح البيت بترعب، لا كل شوية أقول هيموتوني مثلا، يعني بخاف بأثر رجعي. وبالنسبة لي كمان إنه أنا بنت ناس غلابة، الشباشي ده اسم الجماعة الأرستقراطيين اللي بينتمي لهم جوزي. فأنا الحمد لله يعني عمري ما انتظرت يعني ايه اللي هيحصل لي، بدليل ان انا رغم من حبي لعبد الناصر، لكن لما سنة 62 او 61 مش فاكرة طلع الحكم على علي بالسجن 8 سنين في الواحات، قاعد في الواحات، فانا فضلت اشتم في جمال عبد الناصر على سلم محكمة باب الخلق. ففي الاستاذ اللي كان كاتب المحكمة قال لي كده يا مدام يعني هتحملي نفسك مسؤولية. قلت له في 60 داهية. ضربوا الأعور على عينه وقال خسرانة خسرانة، أنا ضامنة إن أنا أعيش 8 سنين ولا 6 سنين. المهم روحت البيت، فبالليل بقى كل ما الجرس يضرب أقول يا لهوي جايين يقبضوا عليا. فأنا دايما في المواجهة ما بقول، وبعدين أفكر بقى في اللي ممكن يحصل. يعني أنا مثلا يوم ما نزلت في 9 يونيو كانت أول مرة في حياتي أنسى إن أنا مخلفة نبيل اللي جبته بعد 8 سنين، لأنه أبوه كان اتسجن، وبعدين لما طلع وجبناه. ازاي نسيتيه يعني؟ نعم ازاي نسيتي انك مخلفة نبيل؟ نسيت، نزلت جري إنه عبد الناصر ما يمشيش بس اوكي. عشان بلدي يعني. كان نبيل عنده كام سنة؟ كان عنده أشهر. عشان كده قلت نسيتيه. بالظبط كده، فزعلت إن أنا بعد كده لما فكرت يعني. لا بس يعني كان يوم غريب. وكان ايوه. بعد كده في واحد من الاتحاد الاشتراكي كان جه الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها، شركه اسمنت ترى. فانا ما اعرفش ايه الاتحاد الاشتراكي ده، ما كانش ليا دعوه قوي يعني بالفكرة تشكيلات النظام وكده. فبيقول لي طب ليه كده، ليه يا استاذه، ليه قعدتوا 8 سنين لا ليه قعدتوا ليه خلفتي في السنه الثامنه من جوازك؟ قلت له اصل الواد كان متعطل بقرار جمهوري. قعد يضحكوا زملائي وهو اتخض بقى، وطبعا لما شافوا ان ده الاتحاد الاشتراكي قلبوا الموضوع على طول، مش مشكله يعني. تسمحي لي اقول لك انا ايه سر خلطة نجاحك؟ ما انا مش عارف. في كلمة واحدة انا هقولها لك انا. قول. التلقائية. صح، انا معاك 100%. انا معاك 100. تنفع انت دكتور نفساني. حبيبتي. حكيم روحاني حضرتك. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، وعضوة البرلمان المرموقة والصديقة اللي أتشرف بصداقتها. شكرا. أشكرك إن أنت كنت معانا في سر الغلطة، وبجد نورتينا وأفدتيني أنا شخصيا، وشكرا لك. شكرا جزيلا، وبتمنى لك النجاح والتوفيق لأنك في رأيي تستحق هذا. الله يخليك، شهادة كبيرة جدا أعتز بها منك. شكرا. ميرسي.